إخوان أخوات، مرحبا بكم في فيديو آخر، فيديو جديد من الفيديوهات المخصصة للعقار. الفيديو غنخصو أيضا للأسئلة اللي كتطرح بكثرة عن المغاربة في سنة 2025 بالنسبة للعقار. والسؤال اللي كيتطرح بزاف اللي هو فين خصني نستثمر في العقار في المغرب، يعني ايش من مدينة ايش من جهة. بالنسبة ليا نقد نقول أن هناك واحد المناطق ولا واحد المدن اللي كيكون عندهم واحد البوتنسيال اللي مهم في سنة 2025 أو في المستقبل. أول منطقة أول مدينة هي طنجة. طنجة اللي كتعتبر من المدن اللي واعدة في المستقبل بالنسبة للمشاريع الصناعية اللي فيها أو المشاريع السياحية، وأيضا بالنسبة للحوايج اللي كيداروا فيها بحال يعني كأس إفريقيا في 2025 وأيضا كأس العالم في 2030. يعني كنعتبر طنجة من المدن أو الجهات ديال طنجة من الجهات الواعدة بالنسبة للاستثمار في العقار. ثاني الجهات أو ثاني المدن اللي نقدروا نهضروا عليها هي مدن أو جهة أكادير اللي معروفة سياحيا من في المغرب، وكتوفر واحد المشاريع سياحية وواحد الواجهة بحرية مهمة. يعني كيكون واحد المستقبل بالنسبة لهذه المدينة، وأيضا نقدروا نعتبروها بوابة الجنوب المغربي، لأنها هي اللي كتعطينا التوجه نحو المدن الجنوبية مثل عيون أو الدخلة. وأيضا الدخلة كتنتمي لهذه المنطقة، نقدروا نقولوا مع ميناء الدخلة الكبير اللي غادي يكون عنده يعني واحد المستقبل واعد بالنسبة للاستثمار العقاري. الجهة الثالثة أو المدن اللي يمكن أنها تكون واعدة في المستقبل وهي منطقة الناظور مع ميناء الناظور وست ميد، اللي غادي يشكل واحد انطلاقة كبيرة للعقار في المنطقة الشرقية أو المنطقة الشمالية الشرقية، أو غادي يكون عنده واحد الفرص كثيرة في مجال العقار بشتى أنواعه. وهذه تكون فرصة باش الواحد يقد يستثمر الفلوس ديالو في العقار في هذه الجهة. بطبيعة الحال هناك عدة مناطق اللي يعني على حسب الترتيب، على حسب الجاذبية ديالها، كتبقى مدن أخرى اللي كتكون قريبة من مدن مهمة مثل تمارا اللي قريبة من الرباط، مثل سلا أو قنيطرة اللي قريبة أيضا من الرباط أو الدار البيضاء، أو بطبيعة الحال المدن القريبة أيضا من الدار البيضاء وهي مثلا بن سليمان أو برشيد، اللي أيضا كتمثل واحد الواجهة خلفية أو واحد المناطق اللي تقد تشكل واحد المستقبل واعد للعقار في هذه المناطق.